بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ انا ام احمد ودي قناتي قناه عيون الطبخ. لو اول مره تشاهدوها فضلوا لسه امر حطوا اللايك، وكمان لو ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل فيديوهات جديده بنزلها. ويا ريت كمان كده تشيروا الفيديو لاكبر عدد من الناس والاخوات والاصحاب والحبايب عشان الكل يستفيد. وكمان قناتي مش هتكبر الا بيكم حبايب قلبي. ايه ام احمد الدخله الغريبه دي؟ ايه ده وصفه العفريت؟ هو في وصفة للعفريت؟ أمال إيه؟ في وصفة للعفريت إنما إيه جبارة والله العظيم. بس خليكم معايا كده واحدة واحدة وهنشوف بقى إيه هي وصفة العفريت دي اللي هتريحك أنت كست بيت وهتخلي كده شقتك عروسة، وخصوصا مطبخك وحمامك بقى. ومش عايزة أقولك بوتاجاز بقى وشفاط وبانيو وحنفيات، كله هينور هينور ما شاء الله. وبجد بجد هتدعيلي والله العظيم. بس خليكي معايا وخليكي ورا وصفة العفريت اللي هتخليكي ما شاء الله يعني منبهرة جدا جدا وهتبهرك بصراحة. وهتخليكي بقى ما تشتريش اي حاجة تانية، اي وصفات تانية ولا اي مزيلات دهون ولا اي حاجة، هتوفر عليكي كتير بجد. هنا بقولك خلاص كده احنا هنبدأ بقى الفيديو بتاعنا كده بالصلاة على النبي. إيه يا ريت كلكم كده تصلوا معايا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. إيه الوصفة دي بجد يعني هي وصفة او بودرة. اول حاجة بقى هستخدمها فيها هنا مسحوق. المسحوق ده يكون مسحوق عادي مش اوتوماتيك، برسيل بقى عادي او باريال او اوكسي او مسحوق حتى سايب من اللي بتجيبيه بالكيلو. المهم ما يكونش اوتوماتيك. تمام خلاص كده اتفقنا. طيب هنجيب بقى ناخد منه ايه معلقه كبيره، معلقه كبيره هرميه زي ما انت شفتوا كده من المسحوق. طيب هتاخدي ايه تاني يا ست ام احمد كده؟ هناخد حاجه كده تانية اسمها ملح ليمون. طب الملح الليمون غالي يا ستي كده او هنجيبه منين؟ على فكره انت لو جبتي ب5 جنيه من عند العطار بيديكي مفيش مشكله خالص. ولو مش عندك او مش هتعرفي تجيبيه خليكي معايا وانا هقولك تستخدمي بداله ايه. خلاص كده. طيب وتالت مكون معايا بقى هحتاجه، المفروض ان هو هستعمل الزهرة البيضة. عارفين الزهرة البيضة؟ اسمها في الدول العربية التانية اللي هي النيلة البيضة، يعني مش النيلة الزرقاء النيلة البيضة يا جدعان. طيب انا مش عندي زهرة بيضة، استخدمت مكانها اللي هو بيكربونات الصوديوم او الكربوناتو بتاع الطعمية، واكيد ده متوفر عندنا في كل البيوت. خلاص هاخد برضو منه معلقة كبيرة هرمية. تمام. طيب معانا ايه تاني؟ هناخد بقى برضو ملح الطعام. ملح الطعام ده مفيد جدا وجميل قوي ومطهر حلو قوي، وكمان بيدي لمعة جميلة للحنفيات والدش الماسورة وكده، والحواض الاستانلس بيخليها تلمع وتبرق وتبقى زي الفل. هنا كده خلصنا كده المكونات بتاعتنا. لا مش خلصنا، هقولك برضو اصبري معايا كده هنعمل ايه او هناخد ايه. طيب احنا هنقلب المكونات دي كده كلها على بعض. تمام. تمام. بصي انت بقى من النهارده مش هتشتري اي منظفات دهون خالص، بجد والله العظيم. الوصفه دي انا قلت لكم عليها لما جربتها وانبهرت جدا جدا جدا. الوصفه دي على فكره مركزه قوي، احنا حاطين بصوا انا عاملاها مركزه لان انا استخدمتها كده مركزه، معلقه معلقه معلقه. تمام. هتغسلي بيها بقى الشفاط البوتاجاز الحواض البانيو سيراميك الحمام. بسم الله ما شاء الله قوتها رهيبه جدا جدا جدا. انا ما نزلتهاش معاكم الا لما جربتها. والله العظيم ابو احمد كان بيفك الشفاط عشان يركب الفتله بتاعته اللي انا قطعتها كالعاده، على طول بقطع له انا فتله الشفاط دي وهو بيركبها، وزهق مني خالص فقال لي طب ما تاخدي بقى بالمره طالما هو مفكوك كده اغسليه. قمت انا قلت له اغسله ازاي؟ ده انا ما عنديش اصلا مزيل دهون وكده، وبعدين الدهون عليه متراكمه شويه. فقال لي بصي اعملي بقى بميه سخنه او اي حاجه. فطبعا مهما هعمل بميه سخنه مفيش حاجه هتنضف. فانا بسرعه بسرعه كده فكرت في دماغي على الوصفه دي. انا كنت شفتها على قناه من فتره طويله بصراحه وكانت عجبتني. فانا فكرت في دماغي برضو سريعا كده، لقيت المكونات بتاعتها موجوده عندي في البيت. تمام. فقلت له طب ثواني عليا، وقمت مطلعه المكونات بصراحه وعملتها. وكانت المفاجاه هنا كده وانا بغسل الشفاط، اقسم بالله مش عايزه اقول لكم، انا صدمت بجد وانبهرت وانا بغسل الشفاط. وخصوصا لما لقيت كده الدهون اللي على الشفاط اتبلورت واتجمعت معايا وطلعت معايا بكل سهولة. مش عايزة اقول لكم بجد والله العظيم. المهم بقى انا هنا الكمية زادت ليه يا ست ام احمد؟ طبعا انتوا عارفين بقى كل سنة وانتم طيبين داخلين على مدارس ولازم نعمل بقى حفلة ايه
ولازم نعمل حملة التنظيف. حملة تنظيف هنغسل بقى الشفاط والبوتاجاز تاني، وهنروق الدنيا كلها بقى والحمام، وهنعمل بقى تاني حفلة برضو. هنعمل ما تركزي يا ستي بقى. هنعمل بقى حفلة التنظيف اللي في البيت العميقة ما شاء الله. فعشان كده ضاعفت البودرة بتاعتنا أو وصفة العفريت، كترتها أنا وعملتها عشان هعبيها عندي بقى في برطمان كده أو برطمان يا ستي، وهقفل عليه وهعينها عندي في رف المطبخ، أو تعينها في أي مكان تبقى جاهزة عندك عند الاستخدام. هتطلعي كده تاخدي منها معلقة. بصوا بقى ساعة الاستخدام هنستخدم ازاي. هجيب الطبق تاني أو بولة، هتحط فيها معلقة من الخليط ده، هتضيف عليها شوية من الخل. مش عايزه اقول لك بقى، هتشوفي بقى كميه الفوران اللي هتفور معاكي، وبليفه بقى او سلكه، واستخدمي بدون اي مجهود وبدون اي تعب، وهتلاقي الدنيا معاكي بقت منوره وزي الفل والله العظيم. طيب تعالوا كده، انا كنت قلت لك لو انت ما عندكيش ملح ليمون او مش متوفر عندك او مش عارفه تجيبيه منين وكده، هنستخدم بداله ايه او هناخد ايه مكانه ايه يعني. طيب انا وانا باخد المعلقه من ديل كده في الطبق، هحط عليها شوية من الخل، يعني معلقة أو معلقتين من الخل، هضيف عليها كده نص ليمونة. تمام. وكده يبقى أنا استخدمت بديل إيه ملح الليمون. ولكن ملح الليمون جميل جدا، انتوا عارفين بنضف حلو قوي، بيلمع الحاجة ما شاء الله. مش عايزة أقولك انت هتحسي بجو تاني خالص في بيتك وانت بتنضفي ما شاء الله بالبودرة العفريت دي. اسمها بودرة العفريت يا جدعان، أو وصفة العفريت. ما شاء الله. صدقيني انا جربتها والله، وما كنتش في نيتي ان انا اصور، انا ما كنتش مصوراها يعني، وانا بجربها ما صورتش بامانه. بس بعدها زعلت جدا جدا ان انا ما صورتش وانا بغسل الشفاط عشان يظهر قدامكم. تمام. فلما عجبتني قوي قوي بصراحه، قلت بقى لا، هجيب المكونات تاني من جديد، وقمت عامله الوصفه معاكم بقى على الطبيعه كده. وبعد ما تعباها في البرطمان هتقلبيها، طبعا البرطمان بتاعك يكون ناشف، ما يكونش مبلول، عشان المكونات دي ما ترطبش منك وتحجر وتبوظ منك. تمام. لازم يكون البرطمان بتاعك يكون ناشف جدا، وتقفلي عليه، وهتبقى عندك موجودة طول السنة وفي أي وقت على طول. بوتاجازك يقع عليه حاجة يتدهن، هتلاقي إن بيتك بقى زي الفل، ومفيش أي صعوبات عليكي صدقيني. بس اهم حاجة ان انتي تستخدمي بودرة العفريت دي، وتقولي لي بعد ما عملتيها واستخدمتيها، قولي لي في الكومنتات كده ايه رأيك فيها بصراحة. ويارب الفيديو بتاعي كده يعجبكم يا احلى واغلى متابعين قناة عيون. ومتنسونيش بقى في اللايك والشير والكومنتات الحلوة المحفزة. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن. حبايب قلبي، ومع السلامة.